صباح الخير والسلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. فيديو اسئله جديد، بقالنا 3 شهور ما عملناش فيديو اسئله. وبما ان الفتره دي احنا فاضيين وبس قلت بقى اعمل فيديو اسئله وبس، مفيش اي حاجه جامده في الموضوع. بس الفرق بقى ان انا المره دي هسالكم انا كمان، عايز كل واحد يكتب لي في الكومنتات بيقضي اجازته ازاي، بيقضي مش اجازته، بيقضي الحجر المنزلي ازاي، بيقعد في البيت بيعمل ايه عموما بقى. فبرضه انا حسيت ان هي حاجه جميله يعني، عشان مش بس انا اللي اتسال، انا كمان عايز اسالكم يعني عادي يعني. فخلينا نتبادل الاسئله المره دي هناخدها من على انستجرام زي كل مره. فلو انت مش عامل لي فولو هناك، انزل اعمل فولو تحت، هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. هناك بنزل بقى حاجات كتير بقى واسئله كتير، وروح بقى هناك هتتبسط يعني. مازن مصطفى بيسال نصائح بعد ال1000 مشترك. اصعب 1000 مشترك هتجيبهم في حياتك هم أول 1000، بعد كده الموضوع هيبقى أسهل بالنسبة لك. فأتأكد إنك بعد ال1000 مشترك اللي أنت هتعمله في ناس فعلا هتبدأ تشوفه أكتر، فتعبك مش هيروح على الفاضي قوي يعني. إيه الجهاز اللي تستخدمه في المونتاج؟ هو اللابتوب اللي ورايا يعني، هو الأيسر بريزر 300. كنت عملت له ريفيو قبل كده. بس ده بقاله معايا تقريبا 1.5 سنة بعمل عليه مونتاج، ويعني قابلتني فيه حبة مشاكل، بس ما اظنش ان انا هغيره قريب يعني. هو شغال كويس. هتلاقوا الريفيو بتاعته في اللينك اللي فوق على اليمين لو انت عايز تشوف الريفيو بتاعته. كان فيديو قديم يعني، بس لو انت مهتم روح شوف الريفيو بتاعته. في اسئله اصلا اتسالت قبل كده، مثلا زي بتحضر السكريبت ازاي، جاوبت عليه في فيديوهات اسئله قبل كده، فاتاكدوا انكم تروحوا تشوفوا اللي فاتوا عشان في اسئله كتير مجاوب عليها في الاسئله في الفيديوهات اللي فاتت. ايه شعورك وانت خلاص داخل على 30000 مشترك؟ مبسوط جدا. رقم بالنسبه لي كبير. بالنسبه لي هو مش رقم، بالنسبه لي هو اشخاص 30000 شخص، فدي حاجه كبيره. ومتحمس اكتر بقى لل50000 وال100000 سبسكرايبر، فان شاء الله قريب يعني. امتى هتعمل جوله للسيت اب؟ وبرده في حد بيقول ان عاجبني قوي الستايل بتاع الاوضه، ميرسي يعني الاثنين. ولكن انا كنت اصلا عملت يعني روم تور قبل كده، ولكن في ناس كتير حاليا بسبب التغييرات الكتيره اللي حصلت عايزين نعمل روم تور تاني. فلو انتوا عايزين فعلا قولوا برضه هتلاقوا فوق في اختيار، وهشوف لو في ناس كتير عايزه نعمل روم تور تاني. وانا بحب قوي الفيديوهات ديت يعني، فانا ما عنديش اي مشكله ان انا اعمل فيديو تاني قريب يعني ليه علاقه بالموضوع دوت. احمد بيسال ايه سبب ميولك لليوتيوب؟ صدقني انا بحب قوي صناعه المحتوى، بحب صناعه الافلام، بحب تصوير الفيديو، بحب التصوير، في نفس الوقت بحب التكنولوجي والموبايلات. لو جمعت كده كل الحاجات ديت مع بعض هيطلع لك كده يوتيوب تقريبا. يعني حسيت ان دي الطريقه اللي انا هعرف اوصل بيها للناس المهتميه في نفس الحاجات اللي انا مهتم بيها برضو. وفعلا لقيت في ناس مهتميه بنفس الحاجات اللي انا مهتم بيها وبس. ايه اول اضاءه ومايك استخدمتهم؟ اوكي، اول اضاءه كانت اضاءه الاوضه عادي، وبعد كده لغايه مثلا من شهرين فاتوا كنت بستخدم لمبه بس قدامي كده، كانت لمبه وحيده عادي جدا. واول مايك استخدمته كان مايك بتاع السماعات عادي. وبعد كده جبت المايك اللي هو ثانيه هجيبه لكم. بعد كده جبت المايك دوت اللي هو البويا M1 تقريبا. موبايل مايك ب 200 جنيه ورخيص يعني، وكويس، قعد معايا فتره كتير يعني، ولغايه دلوقتي ساعات بستخدمه على فكره. ولكن هو مايك كويس قوي لاي حد عايز يبدا يعني. عبد الله بيسال ليك مصدر دخل تاني غير اليوتيوب؟ في ساعات بيبقى في اعلانات هنا حتى على القناه بتاعت اليوتيوب، مش من الاعلانات بتاعت اليوتيوب نفسها، بيبقى في اعلانات في الفيديوهات، وبيبقى في كذا مصدر دخل تاني غير اليوتيوب. لان يوتيوب ما بيكسبش قوي، ما بياكلش عيش قوي يعني حاليا. انت جبت 1000 مشترك في كام؟ انت جبت 1000 مشترك في كام؟ بحبك يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. بحب محتواك خالص. اسامه جبت 1000 مشترك تقريبا في سنه وشهر. قعدت سنه وشهر عشان اجيب 1000 مشترك، بس انا ساعتها كنت بعمل فيديوهات يعني مش شبه دلوقتي خالص. كان مستوى تاني خالص. ما كنتش لسه اعرف اي حاجه في اي حاجه يعني. عمرك طلعت اول على المدرسه؟ بمجهودك. السؤال اللي بعده، ايه اكتر مطعم بتحبه في اسكندريه؟ يعني بحب مثلا كبده الفلاح، نفسي اروحه بقالي كتير ومش عارف عشان الحظ. ولو معاك $1,000,000 هتصرفهم في ايه؟ مش عارف، ممكن مثلا نجيب استوديو مثلا على حسب الوقت. وبعدين $1,000,000 كتير قوي، انا مش محتاج $1,000,000 مش هصرفهم كلهم يعني. المحتوى رائع. كمل سؤالي، اقدر اصور فيديو لموبايل كاميرته 5 ميجا بكسل؟ مش عارف، تعال نجرب. الموبايل دوت الكاميرا المية بتاعته 2 ميجا بكسل، فخلينا نجرب كده ونشوف. اوكي، تقريبا تقدر تعمل يعني تقدر
بالنسبه لي شكلها كويس عادي. هل الايفون القديم زي الايفون 6 اس والايفون 7 مناسبين في 2020؟ في فيديو قريب جدا عن الموضوع دوت، استنوه، في فيديو فعلا قريب حلو جدا عن الموضوع دوت، استنوه. ريلمي 6 هينزل مصر امتى؟ قريب جدا. ريلمي لسه منزلها على الصفحه الرسميه بتاعتها بوست بتقول ان الريلمي 6 وال6 برو هينزلوا قريب، فمتوقع مثلا على اخر الشهر دوت في اول الشهر الجاي، ده توقع شخصي يعني، بس قريب جدا. واو اوكي. فانا دلوقتي انا بقرا الاسئله، في حد عمل لي تاج في ستوري، عمر عمل لي تاج في ستوري، هو عامل الفيديو فعامل نفس الطريقه بتاعت الاعلانات اللي احنا بنعملها. بتبسط جدا فعلا لما حد يعمل لي تاج على انستجرام، بتشجع جدا. اذا كان بيقول لي على فيديو ان هو حلو او اي حاجه، حقيقي بتبسط جدا من الموضوع دوت يعني. ازاي بتكلم قدام الكاميرا؟ اوكي، اتكلمت عن الموضوع ده كذا مره. الموضوع بيبقى بالتعود عادي جدا، انك تقعد قدام ولا حاجه تتكلم معاها ديت حاجه صعبه، انك تقعد قدام كاميرا تتكلم معاها ديت حاجه لازم واحد يتعود عليها. ففي الاول الموضوع بيبقى صعب، بعد كده بتلاقي انت ممكن عادي تتخانق والكاميرا قاعده قدامك. وهو اصلي لو حد فعلا دخل عليك كده وانت قاعد بتتخانق مع نفسك، الموضوع بيبقى مريب شويه، بس بتتعود يعني عادي. اوكي، نزلت بوست تقريبا من ساعتين على يوتيوب، فجي عليه 41 سؤال. خلينا برضو ناخد كام سؤال كده من يوتيوب. ايه الفيديو اللي خلاك تتشهر بمعنى اصح على المتابعين والمشاهدات؟ اوكي فاهم قصدك ايه الفيديو اللي خلى القناه تتنقل مثلا، او خلى القناه تعلى مره واحده. كان الفيديو بتاع ريفيو للتاب بتاع الثانويه العامه، نزلته تقريبا من سنه وجاب 100,000 فيو تقريبا في خلال شهرين او حاجه كده، فدي كانت حاجه غريبه شويه بالنسبه للقناه عندنا. فاظن هو دوت الفيديو اللي خلى القناه يعني تعلى مره واحده. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ سؤال اوكي. شايف نفسي فين تفرق عن اللي انا نفسي ابقى فين. نفسي ابقى في استوديو كبير، بعمل لسه يعني فيديوهات على يوتيوب، ومعايا تيم بقى، ونعمل فيديوهات احترافيه اكتر، وبننزل كل اسبوع مثلا 3 فيديوهات ولا حاجه. ولكن شايف نفسي فين؟ شايف نفسي في اي مكان بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اوصل اللي انا عايزه، ايا يكن المكان بقى دوت، اذا كان لسه في الاوضه ديت في البيت دوت، اذا كان في مصر مش في مصر، في اي حته يعني. شايف نفسي اللي انا هكون لسه بعمل كل اللي عندي عشان احاول اوصل للي انا عايزه. اوكي، نكتفي بهذا القدر من الاسئله النهارده. انا بصراحه زهقان جدا، نفسي انزل من البيت، بس ما ينفعش حاليا حد ينزل من البيت من رايي، لاني يعني طبيعي ان الواحد يزهق، بس لو كلنا زهقنا ونزلنا يبقى الموضوع هيطول اكتر بكتير. لسه النهارده كنت بشوف الارقام من شويه، مش عارف في 13 حالة وفاة النهارده، حاجات كده. فالموضوع ان شاء الله يتحل قريب، بس حتى انا حاسس بيكم ان كله عايز ينزل وبتاع، بس ما يعني خلينا في البيت احسن لنا. بس احب اعرف رايكم قوي يعني، اكتبوا لي في الكومنتات، ابعتوا لي على انستجرام، اي حاجه، قولوا لي بتعملوا ايه الفتره ديت. دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا عشان شفتوا الفيديو. متنسوش تروحوا تعملوا فولو تحت في الانستجرام يا جماعه. احنا عندنا تقريبا خلاص داخلين على 30,000 سبسكرايبر في اليوتيوب، وما عندناش غير 1000 لايكس على الفيسبوك، ومش عارف 2500 فولور على الانستجرام. يعني انزلوا كده لايك في الفيسبوك والانستجرام وظبطوني كده عشان نعمل حاجات جامده الفتره الجايه. بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا عشان شفتوا الفيديو، واشوفكم في فيديو الاسئله اللي جاي كمان 3-4 شهور يعني. يلا سلام.